السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثالث الثانوي حبايب قلبي، صباح الخير. بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الصف الثالث الثانوي، النهارده هنتكلم عن قاعدة مهمة جدا في محاضرة 8. إن شاء الله هنشتغل النهارده على أدوات الملكية في حالة المفعول به. طيب تعالى نسمي الله كده ونركز ونبدأ نراجع أدوات الملكية الطبيعية عشان نقارنها بحالة المفعول به. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اتكلمنا قبل كده عن قاعدة اسمها قاعدة الأكوزاتيف. يعني ايه قاعدة الأكوزاتيف؟ يعني حالة المفعول به. طيب كم من شروط يا شباب الأكوزاتيف المفعول به؟ تغيير، ارجع لمحاضرة 6، تغيير في الأداة الأصلية من دير لدين، وباقي الأدوات زي ما هي. كنا بنقول إن الاسم بيبقى في حالة نوميناتيف يعني في حالة فاعل، احنا حولناه لحالة أكوزاتيف يعني حالة مفعول. طيب في النوميناتيف كان عندي 4 أدوات اللي هم دير، دس، ومؤنث دي، وكل الجمع دي. طيب غيرنا في الأكوزاتيف، قلنا إن الدير هتبقى دين والباقي الارتكل زي ما هو، يعني الدس بتفضل دس والدي بتفضل دي والدي بتفضل زي ما هي. طيب احنا هنغير كل اللي تحت الدير. يعني كان عندنا أداة نكرة اسمها أين، كان عندنا أداة نكرة نفي النكرة اسمها كاين، كان عندنا أداة ملكية اسمها ايه؟ ماين. اهي الدس برضو بتاخد أين، في النفي كاين، في الملكية كنا بنقول ماين. هنا الدي بتاخد أينا، في النفي كاينا، في الملكية ماينا. في الجمع ما بنحط الشيء بس بننفي بكاينا، ملكية ماينا. ارجع للمحاضرة اللي فاتت، كنا بنقول ان الاسم لو اداته دير او دس، دير او دس بياخد ماين، دي او دي بياخد ماينا. الدير والدس بياخد كاين، دي او دي بياخد كاينة. الدير والدس بياخد اين، والدي بتاخد اينة. طيب احنا جينا حولنا في المفعول به، حولنا مين؟ حولنا كلمة دير خليناها اسمها دين، يبقى هحول كلمة اين اخليها اسمها اينن، وكاين تبقى كاينن، فبالتالي يا شباب ماين هتبقى ماينن. يبقى اذا التحويل ده بيتم في أداة الدير، هي أداة الاسم المفرد المذكر، يتغير من دير لدين وباقي الارتكل زي ما هي. طيب أنا مثلا لما أجي أتكلم وأقول دير مثلا روكزاك، روكزاك يعني شنطة الظهر، دير روكزاك شنطة الظهر، إيست تكون توير، توير يعني غالية، شنطة الظهر غالية. إيش أنا كوفة هشتري الروكزاك شنطة الايه؟ الظهر. هتقول لي ايه هنا؟ هقول لك ان الشنطة هنا دير هي الفاعل، الشنطة تكون غالية. لكن لما اقول ان انا اشتري الشنطة بقيت انا اللي فاعل والشنطة مفعول، فبالتالي مش هتبقى الاداة بتاعتها اسمها دير، بس الاداة بتاعتها هتبقى اسمها دين. يبقى اذا المفعول به هو تغيير في أداة الاسم المذكر من دير لدين، أو هو الاسم الذي وقع عليه الفعل. مين اللي هيشتري؟ أنا هشتري إيه؟ الشنطة، فكده الشنطة في حالة مفعول به وتتحول تبقى دين. طيب الكلام ده لو على كلمة أداتها دس هتنزل زي ما هي دس، لو الكلام ده على كلمة أداتها دي هتنزل زي ما هي دي. يبقى إذا خلي بالك إن الدس على طول أين وكاين وماين، والدي على طول أين كاين إيه؟ ماينة. التغيير الوحيد هو مين؟ دير. ده بالنسبة لفكرة الأكوزاتيف بوجه عام. طيب عايزين نربط اللي احنا خدناه الأسبوع اللي فات باللي عايزين ناخده الأسبوع ده. خلي عندك دي سكرين شوت وتعالى نخش على الجزء اللي بعده. طيب الجزء اللي بعده هو إيه؟ هو إن أنا إزاي أربط الملكية وأخليها ليها علاقة بالأكوزاتيف أو ليها علاقة بالمفعول به. طيب تعالى نمسح كده سبورتنا ونسمي الله ونشتغل على الجزء الجديد. ركز بقى على قد ما تقدر. احنا لما اتكلمنا عن البوسيسيف ارتكل قلنا بوسيسيف ارتكل يعني أداة الملكية. قلنا ان أداة الملكية ليها قاعدة ثابتة. كنا بنقول ان لو الحاجة ملك إيش، يعني إيش يعني أنا، كنا بنقول حاجة ملكي بتبقى اسمها ماين. يبقى هو أول ضمير هنقول إيش، تاني ضمير دو، تالت ضمير إر وإس وزي، أو الأول إر وإيه؟ إر وإس، إر وإس. وبعد كده كنا نقول زي هي، زي هي، زي هما، زي حضرتك، نحن،
أنتم. يبقى أنا معايا كام ضمير؟ اقراهم تاني. إيش، دو، اس، زي، هي، زي، هما، زي، حضرتك، فير، نحن، إير، أنتم. طيب أنا هحول أداة الملكية إزاي؟ قال لك عشان تحول أداة ملكية تعال نحط الضمائر. أول ضمير اسمه إيه؟ أول ضمير اسمه إيش. طب حاجة ملك إيش بيبقى اسمها ماين. ملك إيش اسمه إيه؟ ماين. دو أنت، ها، داين. طب لو إير وإس تبقى زاين. لو زي هي، زي هما، زي حضرتك، كل ده اسمه اير. كل ده اسمه يا شباب اير. بس الزي جروس بتبقى طبعا اير جروس. حاجه ملكنا بتبقى اسمها انذر، ولو الحاجه ملككم بتبقى اسمها اوير. يبقى اقولهم تاني معلش. ملكي ماين، ملكك داين، ملكه زاين، هي اير، هما اير، حضرتك اير، نحن انذر، انتم اوير. جينا الاسبوع اللي فات قلنا ان الشكل ده بيتغير. بيتغير ازاي يا هير؟ بيتغير من كلمه ماين يبقى اسمه ماينة، ومن كلمة داين يبقى اسمه داينة، زاين تبقى زاينة، إير تبقى إيرة، إير تبقى إيرة، إير جروس، إير جروس، أنذر، أنذري، أوير، أويري، وببدل آخر حرفين. طيب الشكل ده إمتى بقوله والشكل ده إمتى بقوله؟ كنا بنقول إن الدير والدص بدون إضافات، وإن الدي والدي بإضافة حرف الإيه، الدي والدي بإضافة حرف الإيه. طيب إيه الجديد بقى عندنا النهاردة؟ الجديد عندنا النهاردة إن الدير دي يا معلم ما بقتش اسمها دير. الدير دي يا معلم بقى اسمها في حالة المفعول به. أيوه افتكر كان اسمها إيه في المفعول؟ كان اسمها دين. فبالتالي كل اللي تحت الدير يتغير. من ماين يبقى اسمه ماينن. يبقى بالتالي من داين هيبقى اسمه داينن. من زاين زاينن. من إير إيرن 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 جروس. طيب من أنذر هيبقى اسمه أنذرن. من أوير هيبقى اسمه أويرن. ده في حالة إيه يا شباب؟ في حالة الإيه؟ المفعول به. طيب تعالى كده نبدأ نعمل مثال. هناخد أول أداة إيش أنا، وجيت قلت لك إيش بين كرانك. يعني إيه إيش بين كرانك؟ يعني أنا أكون كرانك مريض. طيب جيت قلت لك إيش بين كرانك، أنا أكون مريض. أول مرة حطيت لك نقط، قلت لك إيه؟ قلت لك ركن ظهري توتفي يؤلمني. دي أول مثال. بس جيت في تاني مثال قلت لك دير آرتست الطبيب untersucht. untersucht يعني فحص نقط روكن ظهري. وجيت قلت لك اختار من الاختيارات ماين ولا ماينة ولا ماينن. طيب انا عشان اختار من الاختيارات الاتيه يا شباب حدد لي مين المريض. ايش انا اكون مريض. طب يبقى ده ظهر مين؟ ظهري انا. طيب ما دام ظهري انا يبقى تاني خطوه حدد لي مين؟ حدد لي الاداه ظهري. طب الظهر ده اداته بالالماني ها دير. يبقى ماينه مستحيله لان هو اداته ايه؟ الظهر اداته دير. يبقى الحل يا اما اسمه ماين يا اما الحل اسمه ماينن. والفرق هو فاعل ولا مفعول. جيت اول مره قلت روكن توت في ظهري وجعني. ظهري هو الفاعل. يبقى اول مره ينزل الحل اسمه ماين. لكن لما اجي اقول الطبيب فحص ظهري بقى الطبيب هنا هو الفاعل وظهري ده ما بقاش فاعل بقى مفعول. يعني بدل ماين تنزل ماينن. يبقى اذا الاي ان دي بتتحط امتى؟ في حاله ان الاسم كان دير واتغير بقى دين فيتحول من ماين يبقى ماينن. طب لو طلع داس مش هشغل بالي هو فاعل ولا مفعول لان الداس بتفضل ماين سواء فاعل او مفعول. طلع دي هيفضل ماينه سواء فاعل او مفعول ومش هيتغير. طيب تعالى نعمل مثال كده افهمك اللي انا اقصده. انا جيت اكلم حد مثلا قلت له كده شرايبن. شرايبن يعني اكتب. شرايبن اكتب. زي حضرتك. اول مره قلت له حضرتك اكتب نام اسمك اسم حضرتك. اكتب داتوم تاريخ ميلاد حضرتك. واكتب ادرس عنوان حضرتك. ماشي. وجيت قلت لك اختار اير ملك حضرتك ولا ايره برضو ملك حضرتك
ولا إيرن برضو ملك إيه حضرتك. طيب أنا عشان أحل المثال زي كده، أنا مين اللي بقول له، مين اللي بيأمر؟ بقول له شرايبن زي، حضرتك اكتب بقى. حضرتك ده إيه؟ فاعل. طيب وكل اللي هيتكتب الاسم والتاريخ والعنوان كل دول إيه؟ مفعول. بس الاسم بالألماني أداته دير، التاريخ بالألماني أداته داس، العنوان بالألماني أداته دي. طب يا مستر ما دام العنوان أداته دي يبقى أقول له إيه؟ هقول له إيرا، مش هشغل بالي العنوان فاعل ولا مفعول. التاريخ أداته داس يبقى إير، مش هشغل بالي هو فاعل ولا مفعول. لكن اكتب اسمك، لا الاسم أداته إيه؟ دير. لما أنت اللي تكتب أنت الفاعل والاسم بقى مفعول، يبقى المفروض الدير ما تبقاش دير، الدير تبقى دين. فبدل ما كان اسمها إير بقى اسمها إيرن نامة. اسمها ايه تاني يا شباب؟ إيرن نامة. طيب أعمل مثال كمان وركز معايا. مثال تالت، جيت قلت يوليا، يوليا وليكن هات تمتلك einen زون، تمتلك ابن. يوليا هات einen زون. مالها بقى يوليا اللي تمتلك زون ابن؟ جيت قلت نقط زون heißt يدعى مثلا مارك، وبعد كده قمت قايل ان زي هي liebt بتحب نقط زون. وجه الراجل قال لك اختار إير ابنها، إيرا ابنها، إيرن ابنها. طيب أنا أول خطوة أعملها حدد لي الحاجة بتاعت مين؟ المالك مين؟ يوليا. يبقى أنا كده بتكلم عنها إيه؟ هي. طلعت لي إن زي هي تاخد إير أو تاخد إيرا أو تاخد إيرن. حدد لي الأداة، أداة مين؟ أداة الزون ابنها. طب ابنها بالألماني أداته دير، يبقى الحل يا إما إير وابنها فاعل، يا إما الدير اتغيرت بقت دن والحل بقى إيرن وابنها مفعول. يعني كده كده إيرا اللي فيها إيه ما تنفعش لأن الابن أداته دير. طب آخد إير ولا آخد إيرن؟ ابدأ اعرب. ابنها يدعى مارك، يعني هو اللي يدعى مارك، اسمه مارك هو الفاعل، يبقى الأولى هتنزل إير. لكن الناحية التانية عايز أقول هي بتحب ابنها، بقت هي فاعل وابنها مفعول، يعني بدل إير تنزل إيرن. يا رب تكون الفكرة وصلت. يبقى إذا يا شباب أنا ماشي بخطوات. الخطوة الأولى بحدد المالك مين، طلع المالك أحمد هو، يبقى الحل يا إما زاين يا إما زاينة يا إما زاينن. طيب هبدأ أشوف الأداة، طلعت الأداة دير أو دس يبقى الحل زاين، أو طلعت الأداة دير أو دس. الدير بس بتاخد يا إما زاين يا إما زاينن، يا إما زاين يا إما إيه زاينن. طب لو طلع دس يبقى وش زاين، طلع دي يبقى وش زاينة، لو طلع دي يبقى وش الأداة إيه زاينة، لو طلع دن يبقى زاينن. طب ولو طلع دير يبقى زاين بس. يبقى أنا تعال نحل ونشوف الكلام ده في الحل عامل إزاي. بسم الله، سبورتك قدامك أهي، عايز تعملها سكرين شوت تعملها سكرين شوت عشان نبدأ نحل عليها. بسم الله، يلا يا شباب. طيب الجزء اللي احنا عايزين نحل عليه بقى، ادي الملكيه اهي وادي الامثله. تعالى نقرا الامثله الاول قبل ما نحل. Mein Lehrer ist krank، مدرسي مريض. Mein Lehrer ist krank، مدرسي ماله مريض. Ich besuche بدل mein، بص بقت ايه؟ Ich besuche meinen Lehrer. ليه هنا مكتوب mein وليه هنا مكتوب meinen مع ان الليرر في الحالتين اداته ايه؟ دير. اول مره لان مين اللي فاعل؟ mein Lehrer هو اللي فاعل، مدرسي ist krank هو مريض. لكن لما اقول ich besuche meinen Lehrer بقت انا فاعل ومدرسي مفعول به. ماين روكن او ماين روكزاك استول، شنطتي رائعه. كده ايست ما عملتش مفعول به، شنطتي هي اللي رائعه. علي يجد شنطتي رائعه، بقت علي فاعل وشنطتي مفعول، فتحولت من ماين بقت ايه؟ ماينن. يبقى اذا التحويل اللي بيتم في حاله الدير فقط. طيب احنا معانا حوالي 40 سؤال، تعال نسمي الله ونحل سوا ونشوف مستوانا. بسم الله. اول مثال بيقول لي ايه؟ تعال نغير بقى اللون ده عشان اللون ده مستفز. ماشي ماشي. بسم الله. أول مثال بيقول لي يا أنطون فو إيست باس. باس يعني باسبور. طب الباسبور بالألماني أداته دير. عايز أقول له يا أنطون، يعني أنا بكلمك يا أنطون أنت. أين يكون باسبورك أنت؟
طب ما دي ملكك ودي ملكك ودي ملكك، دي مش ملكك. طيب أين يكون باسبورك؟ الباسبور أداته دير، يبقى الإي ما تنفعش. طب أين يكون باسبورك أنت؟ يبقى داين. طب ليه ما خدتش إي إن هنا مع إنه أداته دير؟ لأن مين اللي يكون؟ أين يكون؟ مين اللي يكون؟ الباسبور. الباسبور فاعل. بص الرد بتاع أنطون قال إيه؟ قال إيش أنا فرجس نسيت باسبوري. كده كده قلنا الإي ما تنفعش لأنه أداته دير، والزاين ما تنفعش لان اداته دير، يبقى يا اما ماين يا اما ماينن. طب انا نسيت باسبوري، بقت انا فاعل وباسبوري مفعول، يبقى بدل ماين هيبقى ماينن، والاولى داين. رقم 3 بيقول لي، او رقم 2 بيقول لي ايش فند بابا جاي زو لوستش. لوستش دي صفه بمعنى مرح، خفيف الظل. فانا عايز اقول ايه؟ انا اجد بغبغانكم مرح. طيب تعالى نمشي خطوه خطوه. البابا جاي اداته بالالماني دير. طب ما دام اداته دير، انا اجد بغبغانكم مرح، يبقى ملككم ايه؟ انتم. يبقى دي غلط عشان الاي مش عايزها. يا اوير يا اويرن، على حسب هو لسه دير ولا بقى دين. طب شوف كده، انا اجد بغبغانكم مرح، بقت انا فاعل والبغبغان مفعول، يبقى بدل دير ينزل دين، او بدل اوير ينزل اويرن. شفند اويرن بابا جاي زولستش. رقم 3 بيقول لي بيترا دار فينيشت. بيترا غير مسموح لها ترمين فرجسن. فرجسن يعني تنسى. بيترا غير مسموح لها انها تنسى ميعادها. طيب يبقى انا كده حددت ان الحاجه دي ملكها ايه؟ هي ملكها هي اير باشكالها، يا اير يا ايره يا ايه يا ايرن. اخد اني واحده؟ اقعد بقى اعمل حادي بادي كرومب زبادي لا يا عم، تعالى على الترمين الميعاد وقول لي اداته، واقول لك ان الترمين اداته دير. يبقى الاي ما تنفعش، بس 50% اير وميعادها فاعل، 50% ايرن وميعادها مفعول. بترا غير مسموح لها ان تنسى ميعادها، بقت بترا فاعل، تنسى فعل، ميعادها مفعول، يبقى بدل اير تبقى ايرن. رقم 4 علي findet Deutsch Kurs wichtig. علي يجد كورس الألماني الخاص به مهم. طيب الكورس ده ملك لمين؟ ملك العلي، يعني ملكه هو. ملكه هو ممكن تبقى يا زاين يا زاينة يا زاينن. طب الكورس بالألماني يا مستر أداته؟ أقول لك أداته دير، يبقى زاين كمان بلح مش عايزينها. آخد زاين ولا آخد زاينن؟ اعرب. علي يجد الكورس رائع، بقى علي فاعل والكورس مفعول، يعني بدل زاين تبقى زاينن. ركز في نقطة 5 فيها فكرة حلوة. مايكل هات كاينن روكزاك. مايكل مش معاه شنطة. هات كاينن روكزاك مش معاه شنطة. فإير كان فهو يمكنه. نيمن يعني يأخذ، وروكزاك يعني شنطة. يبقى أنا عايز أقول إيه؟ مايكل مش معاه شنطة، هو يمكن أن يأخذ شنطته. لا مش لايقة. طب يمكن أن يأخذ شنطتها. شنطتها مفعول عشان هو الفاعل والشنطة مفعول. بس ممكن أقول إن هو يمكن أن يأخذ إيه؟ شنطتي إيه؟ أنا، اللي هي مين؟ اللي هي ماينن. كده كده لما أجي أعرب هلاقي إن مايكل هو الفاعل وإن الشنطة مفعول. طب ما الشنطة أداتها دير، المفروض إنها تنزل دين. طيب أنا كده كده معايا 2 دين، يا زاينن يا ماينن. طب ما خدناش زاينن ليه أول واحدة؟ لأن مايكل أوريدي هات كاينن روكزاك، ما عندهوش شنطة. فإزاي إير كان زاينن روكزاك نيمن؟ إزاي هيقدر ياخد شنطته؟ ما هو ما معهوش شنطة. ما هي دي فايدة كاينن اللي في أول جملة. فهو كده يقدر ياخد إيه؟ ياخد شنطتي أنا، ويبقى الحل اسمه إيه؟ ماينن. يا رب تكون وصلت. رقم 6 بيقول لي إيش هابا بيكومن. بيكومن يعني حصلت على. أنا حصلت على فيررشاين، رخصة القيادة. طب رخصة القيادة أداتها بالألماني يا رجالة دير. أنا حصلت على رخصتي، بقت أنا فاعل، رخصتي مفعول، وهي دير تبقى دين، يعني الحل اسمه ماينن. رقم 7 انشولديجونج معذرة. انشولديجونج معذرة. schreiben Sie Name hier. حضرتك هتكتب الاسم بتاع حضرتك هنا. طب إير ولا إيره؟ داينن غلط عشان بكلم حضرتك، زاين غلط عشان بكلم حضرتك. يبقى أنا معايا حل من 2، يا إير يا إيرن. النام أداته بالألماني دير. طب ما دام النام أداته دير يبقى يا إير يا إيرن. مين اللي هيكتب؟ حضرتك. يبقى إذا حضرتك هنا فاعل والاسم بقى مفعول. schreiben Sie Ihren Namen hier. اكتب اسم حضرتك هنا. طيب تعالى نخش على النقطة اللي بعدها، رقم 8.
هانز ist das Hund. هوند يعني كلب. يا هانز هو ده يا هانز كلبك. يا هانز هو ده كلبك. طب يا هانز يعني بكلمك انت، يبقى يا اما داين يا اما داينن. طب اقول له داين ولا اقول له داينن؟ اعرب كلمه كلب. ايست ما بتعملش مفعول به، افتكر الحته دي. هل يكون هذا؟ مين اللي يكون؟ الكلب. طب الكلب اداته دير، يكون هذا الكلب، يبقى ده غلط والحل الصح داين. رقم 9 في زيت فينجر اوس. خد بالك ان فينجر ليها شكلين، يا اما دير فينجر يا اما دي فينجر. دير فينجر مفرد، دي فينجر جمع. طيب هو جن حتى قال لي ايه؟ في زيت ولا قال لي في زيهن؟ لا، قال لي في زيت، يعني كيف يبدو، حاجه مفرد مش حاجه جمع. يبقى كده الفينجر اداته ايه يا معلم؟ ها دير. يبقى كل اللي فيه ايه مش هينفع. طيب انا عايز اقول ايه؟ كيف يبدو اصبعك؟ هتبقى في زيت داين فينجر اوس. في زيت داين فينجر اوس. طيب رقم 10 في فيندن زيه. ما رأي حضرتك في الزلات، في السلطة؟ ايه رأي حضرتك في السلطة بتاعتنا؟ واضح كده من الاختيارات ان كلها حاجتنا احنا، لان انظر ايه، انظرين، انظر، كل ده ملكنا احنا. جه قال لي اير ايست ليكر. اير دي تفيدني ان السلطة دي اداتها ها دير، يبقى خليك صايع. ما دام اداك ضمير اير يبقى كان بيعوض عن الزلات اللي اداتها دير. طب انا استفدت ايه لما عرفت ان الزلات اداتها دير؟ استفدت ان انظر ايه ما تنفعش، وان 50% من الحل السلطة مفعول به، و50% من الحل السلطة فاعل. اعرب الجملة يا انظر يا انظرين. في فيندن زي. ما رأي حضرتك في السلطة؟ يبقى حضرتك فاعل والسلطة مفعول، يبقى بدل ما كانت انظر هيبقى الحل اسمه ايه؟ انظرن. رقم 11 يا كيندر يا أطفال. هو ist ليرر. أين يكون مدرسكم يا أطفال؟ بكلمكم إير. يعني إير يعني أنتم. أين يكون مدرسكم؟ يبقى يا أوير يا أويره يا أويرين. طب المدرس أداته دير، يبقى مش أويره. يا أوير يا أويرين. طب إست ما بتعملش مفعول به، يبقى الحل مش أويرين والحل إيه؟ أوير. أين يكون أوير ليرر؟ أين يكون معلمكم؟ طب ليه ما قلتش أويرين؟ لأن هنا أين يكون، مين اللي يكون؟ المعلم يكون، يعني معلم فاعل مش معلم مفعول. طيب رقم 12 بيقول لي هانز هات هوند فيركاوفت. فيركاوفت يعني باع. هانز باع كلبه. هانز باع كلبه. يبقى كلبه ايه؟ هو. يبقى يا اما زاين يا زاينه يا زاينن. طيب اخد انهي واحده فيهم؟ ارجع شوف الكلب. الكلب اداته دير، يبقى زاينه غلط، وقدامي حاجه من اتنين، يا زاين يا ايه؟ يا زاينن. هانز باع كلبه، بقى هانز فاعل وكلبه مفعول، يبقى الحل اسمه ها زاينن. رقم 13 بيقول لي ماين ارم است ديك. ماين ارم يعني دراعي، است ديك يعني دراعي وارم. قمت جاي قايل ايه اهو؟ ماين اهو. عارفين ليه؟ عشان الارم اداته دير. طيب بعد ما قلت ان دراعي وارم قلت ان دير ارتست untersucht. الطبيب فحصاه. فحص ايه؟ ذراعي. طب ما ذراعي كان ماين، هاجي هنا احطها ماين وخلاص؟ ابقى انا عبيط. ليه يا مستر؟ لان دير ارتست الدكتور هنا فاعل ودراعي بقى مفعول، يعني بدل ماين هيبقى اسمه ماينن. رقم 14 ماين إلترن زند كرانك. والديني مرضى. ماين إلتر يعني بابا وماما. هم مالهم؟ هم زي مسن هم يجب ترمين بايم ارتست هابن. يجب ان يمتلكوا موعدهم لدى الطبيب. موعد مين؟ موعدهم هم. يبقى اويرين غلط، لان اويرين موعدكم انتم. انا عايز اقول موعدهم ايه؟ هم. يبقى زين غلط، لان زين موعده هو. انا عايز اقول موعدهم هم. يبقى يا اير يا ايرن. طب اخد اير ولا اخد ايرن؟ ارجع للترمين. الترمين اداته دير، هم فاعل والميعاد مفعول، يبقى بدل اير هتبقى ايرن ترمين. رقم 15 أنا كوفت einen مانتل. أنا اشترت بالطو. حلو. المانتل است شيك. البالطو يكون شيك. بالطو مين؟ بالطو بتاعها. يبقى مش زاينة، لأن أنا دي بنت ولا زاين. طب اخد اير ولا اخد ايرن؟ ارجع للبالطو. ماله البالطو؟ يكون شيك، يعني البالطو فاعل، تنزل تبقى اير مانتل است شيك. رقم 16 يا شباب يقول لي هالة und Sarah
besuchen Opa. ليه هيزوروا أوبا؟ لأن ist krank هو مريض. طيب ما دام قال لي استفدت إن الأوبا أداته دير. طيب لو سارة هيزوروا جدهم، يعني مش جده مش جدكم، ده جدهم هم، يبقى 50% إير 50% إيرن. طيب لو سارة يزوروا جدهم، بقت لو سارة فاعل وجدهم مفعول، ويبقى الحل اسمه إيرن. رقم 17 بيقول لي سوزانا فندت فريزور ام بيستن. سوزانا تجد قصتها او حلقها كوافرها الافضل. فريزور اداته دير فريزور. سوزانا بتكلم عنها هي، يبقى مش زاين. طب اخد اير ولا اير ولا ايرن؟ كل دول ملكها هي. الحلاق اداته ايه قلنا؟ دير، يبقى اير غلط، يا اير يا ايرن. بقت سوزانا تجد، يعني سوزانا فاعل والكوافير بقى مفعول، يبقى بدل اير اسمه ايرن. صح كده. رقم 18 ich habe einen باباجاي. شايف einen دي زي كده تفيدني ان كلمة باباجاي اداتها دير. انا عندي بغبغان. طب وبعدين ich liebe انا بحب باباجاي، بحب بغبغاني. انا عندي بغبغان، انا فاعل، بغبغاني مفعول اهو. طيب انا بحب بغبغاني برضو، انا فاعل وبغبغاني مفعول، يبقى الحل meinen. رقم 19 دي شولر فراجن إيمر. الطلاب يسألون دائما ليرر مدرسة هم. الطلاب يسألون دائما مدرسة هم، يعني حاجة ملكهم ايه؟ هم. طب انهي دي غلط؟ دي غلط لان دي ملككم انتم ودي ملكه هو. انا عايز اقول بيسألوا مدرسهم. طيب انا لما اقول الطلاب بيسألوا مدرسهم بقى الطلاب فاعل ومدرسهم مفعول، يبقى الحل هيبقى إيغن. دي شولر فراجن إيغن ليرر. طيب هنا رقم 20 يا ماما يا أمي wo ist mein Vater أين والدي؟ يا ماما فين بابايا؟ قالت له ich rufe Vater jetzt أنا هتصل بباباك دلوقتي. يا ماما فين بابايا؟ أنا هتصل بباباك دلوقتي. يبقى باباك أنت، يبقى يا إما داينن يا إما داين. طيب أنا هتصل، بقيت أنا فاعل وباباك مفعول، يبقى الحل اسمه يا شباب داينن. رقم 21 wir haben Haus verkauft. verkauft قلنا يعني باع. احنا بعنا منزلنا. طب منزلنا احنا، يبقى يا انذر يا انذري يا انذري. طب الهاوس اداته داس. خد بالك بقى هنا ان المنزل اداته ايه؟ داس. ما تجيش تقول احنا فاعل منزلنا مفعول تبقى انذر. هقول لك غلط. ليه؟ احنا فاعل صح ومنزلنا مفعول صح، بس منزلنا اداته ايه ناصح؟ داس. داس بتفضل زي ما هي، يبقى الحل اسمه انذر. wir haben unser Haus verkauft. احنا بعنا منزلنا. زي هي bringt تحضر زون zur Schule mit. هي بتحضر ابنها معاها الى المدرسة. طب هي بتجيب ابنها معاها المدرسة، ابنها هي، يبقى يا إيرة يا إيرن وزاينن وزاين غلط. ابنها أداته دير، يبقى إيرة غلط وإيرن صح عشان مفعول، عشان هي اللي بتحضر، هي فاعل وابنها مفعول. رقم 23 يا هير علي يا سيد علي فيفار كيف كانت أورلاوب عطلة سيادتك. طب العطلة أداتها دير. يا سيد علي كيف كانت عطلة حضرتك؟ يبقى بالبلدي مش داين مش زاين، يا إير يا إيرن. كيف كانت؟ مين اللي كانت؟ العطلة. يبقى العطلة فاعل تنزل إير، العطلة مش مفعول مش هتنزل إيغن. طيب ننزل على الصفحة الثانية. ركزوا يا شباب، يا رب كل فكرة وصلت لكم. اربط الحصتين ببعض، اربط لي حصة 7 و8 ببعض، الاثنين مرتبطين ببعض ارتباط قوي. طيب تعالى نكمل الجزء اللي جاي. هنا بيقول لي hat Freund besucht. besucht يعني زاره، هو زار صديقه. طيب صديقه يبقى يمين يا زين يا زينن. طيب صديقه أداته دير، هو فاعل صديقه مفعول تبقى زينن. 25 بيقول ich hatte eine Wohnung. أنا كان عندي شقة، بس ich habe Wohnung verkauft. بس أنا بعت شقتي. أنا كان عندي شقة بس أنا بعت شقتي. طب أنا بعت شقتي ملكي، يبقى يا ماين يا ماينة يا ماينن، وزاين دي غلط. الشقة بالألماني أداتها دي. ما تجيش تقول لي أنا فاعل الشقة مفعول يا مستر تبقى ماينن، هقول لك غلط، لأن الشقة مفعول بس أداته دي فتبقى ماينة. رقم 26
ich habe einen Bruder، انا عندي اخ. البرودر الاخ ده اسمه مارك، انا عندي اخ يبقى اخويا. يبقى الحل يا ماين يا ماينه يا ماينن. اخويا اسمه مارك، اخويا اداته دير وهو اللي اسمه مارك فهو فاعل، يبقى ماين برودر. فرق ما بين مثال 26 و27 كده. انا عندي اخ، حلو، بس المره دي بدل ما اخويا اسمه مارك قلت انا احب اخي، بقيت انا فاعل واخي مفعول. يبقى بدل ما كانت ماين هتبقى ماينن. يبقى ايه الفرق بين برودر فوق وبرودر تحت؟ فوق البرودر في حاله فاعل، تحت البرودر في حاله مفعول. 28 بيقول لي في زيت كيف يبدو كوبف اوس، كيف تبدو كوبف راس. قال له هاي الساخنه. طب الراس اداتها بالالماني دير، كيف تبدو راسك؟ قال له ساخنه، تبقى داين. طيب ما خدناش اي ان ليه؟ لان مين اللي تبدو راسك؟ فاعل مش مفعول. رقم 29 بيتا من فضلك نيمن زي، حضرتك هتاخد الهوند الكلب، نيشتمت، حضرتك مش هتاخد كلب معاك تاني، بعد اذن حضرتك ما تاخدش كلبك معاك تاني، دي معنى الجمله. طب بعد اذن حضرتك ما تاخدش كلبك، يعني حضرتك فاعل وكلبك مفعول. طب الكلب اداته دير، وبما انه كلب حضرتك فتبقى ايرن. طب ليه يا مستر مش داينن؟ لان انا بكلم حضرتك مش بكلمك دو انت، لكن اللي تحت بكلم دو انت. فرجس دي اصلها كانت فرجست دو، ده جمله امر، فرجست دو اللي هي ما تنساش انت. طب ما انساش انا ايه؟ ما انساش كتابك في البيت. طب كتابك اداته دص وهو كتابك انت، فيبقى الحل اسمه ضين. وخد بالك انا هنا اهو الحل هيبقى ضين، وخد بالك هنا الكتاب مفعول به برضه بس اداته ايه؟ دص. رقم 31 بيقول لي شرايبن زي داتوم هير، من فضل حضرتك اكتب تاريخك هنا. طب الداتوم اداته دص. طب لما حضرتك تكتب بقى حضرتك فاعل والتاريخ مفعول بس هو اداته دص، فتبقى اير جروس عشان ملك حضرتك وعشان اداته دص لا تحول. رقم 32 بيقول له في إيست نعم، ما اسمك أو ما اسم حضرتك؟ قال له أحمد. طيب أنا لو قلت ما اسمك أو ما اسم حضرتك، النعمة أداته دير، وما دام النعمة أداته دير يبقى مش داينة. حلو. طيب قدامي إير وقدامي إيرن. طب أنا لما أجي أقول له ما اسم حضرتك، الاسم دير، لو قلت له إيرن ما تنفعش. ليه؟ لأن الاسم هنا في حالة فاعل، إيست ما بتعملش مفعول، يبقى الحل بإيست إير نعمة، ومعنى الجملة ما اسم حضرتك. رقم 33 يقول لي هاست دو اوزفايس داباي، هل بحوزتك اوزفايس بطاقتك؟ طب البطاقة اسمها دير اوزفايس، دير اوزفايس. هل تمتلك؟ مين اللي يمتلك؟ أنت. تمتلك إيه أنت؟ بطاقتك، يبقى أنت فاعل وبطاقتك مفعول، يعني الدير تبقى دن فالداين تبقى داينن. طيب نمر فير und درايسش رقم 34 لحد رقم 40 دول آخر أمثلة. 34 بيقول هير علي هات zwei كيندر، أستاذ علي عنده طفلين. sein زون ابنه ist 13 عنده 13 سنة. und تختر وابنته ist 15 15 سنة. طب ابنته يعني ملكه هو. طيب مدام ايه اللي حصل ده؟ سوري. مدام ابنته هو يعني ملكه هو، يبقى انا عايز اقول يا زين يا زينه يا زينن. طيب ابنته اداتها دي، مدام اداتها دي يبقى الحل زين. رقم 35 wo wohnst du، اين تسكن انت؟ قال له هاوس منزلي liegt in دقي، منزلي يقع في الدقي. طب ما هو منزلي ايه؟ انا. طيب عشان اسالتك اين تسكن انت فجاوب بمنزلي انا. طيب دي ولا دي ولا دي؟ تعالى على المنزل، افتكر ان المنزل داس، ما دام المنزل داس يبقى دول ما ينفعوش، والحل الصح هيبقى ماين هاوس. رقم 36 wo ist Peters Führerschein، فين الرخصه بتاع بيتر؟ طب الرخصه دي اداتها دير. طيب جه قال لي هو هات فرجسن، هو نسي. نسي ايه المعلم؟ نسي فيررشاين رخصته هو، يعني عايز اقول هو بالبلدي نسي رخصته، حاجه بتاعته هو، ملكه هو، تبقى زين. طب اخد دي ولا دي ولا دي؟ ارجع للرخصه، الرخصه اداتها دير يبقى زين غلط.
طب هو اللي نسي رخصته يعني هو فعل رخصته مفعول تبقى زاينن. رقم 37 زند زيفر هيراتت حضرتك متجوز. قال له يا ده سيست فراو، ده دي زوجتي. حضرتك متجوز؟ نعم دي زوجتي. طب الزوجة بتاعتي أداتها دي، مادام أداتها دي تبقى ماينه فراو. رقم 38 هاست دو اين باباجاي، هو انت معاك بغبغان؟ قال له نعم باباجاي هايست توم، بغبغاني اسمه توم. هل تمتلك انت بغبغان؟ نعم بغبغاني انا. يبقى يا دي يا دي يا دي، الثلاثه دول دي غلط. طيب اخد انهي واحده فيهم؟ البغبغان اداته دير يبقى دي غلط. طب ما دام اداته دير يبقى يا ماين يا ماينن على حسب فاعل ولا مفعول. بغبغاني اسمه توم يعني بغبغاني فاعل وتبقى ماين. 39 فان إيست داين أرتس ترمين، متى يكون موعدك لدى الطبيب؟ موعدك أنت. فأنت رديت قلت لي إيش هابا ترمين فرجسن، أنا نسيت موعدي. يبقى يا دي يا دي دي لأ يا دي. طيب أنا نسيت موعدي، يبقى مين الفاعل؟ أنا. موعدي أداته دير. طب ما دام موعدي أداته دير يبقى دي غلط. يبقى يا ماين ومعادي فاعل يا ماينن ومعادي مفعول. أنا اللي نسيت، أنا فاعل وموعدي مفعول، ويبقى الحل اسمه ماينن. شابة ماينن ترمين فرجسن، أنا نسيت موعدي. يا علي يا هالة أين يكون ليرارن معلمتكم؟ مفيش غيرها معلمتكم أنتم، هتبقى أوياغ. وبكده نكون خلصنا حالة الملكية في الأكوزاتيف. طيب احنا النهاردة عايزين نزود جزء مع الجرامر، جزء مقالي. نحفظ بقى جمل التعبيرات اللي ليها علاقة بالحصة اللي فاتت. انت الحصة اللي فاتت خدت الأمراض وخدت أعضاء الجسم. طب فيها ايه بقى النهاردة بعد ما خلصنا الملكية؟ ان احنا نربط الأعضاء بالأمراض بالملكية في موضوع تعبير جميل جدا. اسمه ايه الموضوع وهو فين؟ ركز معايا. معانا موضوع هنا يا شباب مهم جدا ومن أهم مواضيع تالتة ثانوي السنة دي، موضوع المرض. موضوع انك تتكلم ان انت هتزور الطبيب، زيارة الطبيب او المرض. الموضوع ده اسمه اشبين كرانك. اشبين كرانك يعني انا اكون مريض. طيب اشبين كرانك اللي معناه انا اكون مريض ده انا المفروض اعمل ايه؟ اوصف بقى، اوصف الجمل دي، احط العناصر دي في جملة. ساعات بيبقى اسمه ارتست بيزوخ يعني زيارة الطبيب. ساعات بيبقى اسمه ترمين بايم ارتست، موعد لدى الطبيب. طيب تعالى نكتب على المرض. ايش بين كرانك؟ ادي اول عنصر اهو، انا اكون مريض. لما بحط كلمة كرانك مريض في جملة، الجملة اسمها ايش بين كرانك، انا اكون مريض. طيب لو هو عايز احولها بدل انا اكون مريض اتكلم عن ابويا واقول ابويا يكون مريض، هقول ايه؟ اقول بدل ايش بين كرانك اقول ماين فاتا ist krank. Mein Vater ist krank. Meine Mutter ist krank. والدي مريض والدتي مريضة. طيب wehtun يعني يؤلم، فأنا عايز أقول له إيه في عنصر يؤلم؟ عايز أقول له ذراعي يؤلمني. طب إحنا خدنا شكلين من الفيرب ده، يا إما توت في المفرد يا إما تون في الجمع. فهنا بيقول إيه؟ بيقول ماين أرم توت في، ماين أرم توت في يعني ذراعي يؤلمني. طب لو عايز اقولها جمع اقول له meine Augen tun weh. meine Augen يعني عيوني، meine Augen tun weh يعني عيوني تؤلمني. طيب استخدم لي كلمة شميرتسن. شميرتسن يعني آلام أو وجع. عايز أقول له أنا عندي آلام بالبطن، آلام بالظهر، آلام بالعين، آلام بالأسنان. أنا عندي اسمها إيش هابر. إيش إيه؟ هابر. شتارك يعني قوي. طب اشترك باوخ شميرتسن يعني عندي آلام بالمعدة قوية أو آلام مغص قوي. ich habe starke Bauchschmerzen. ممكن ما أقولش Bauchschmerzen ما يدهنيش، يديني Rückenschmerzen. بقت ich habe Rückenschmerzen عندي آلام في الظهر قوية. ich habe Halsschmerzen عندي آلام بالحلق قوية. طيب هعمل إيه بعد كل الوجع اللي أنا عمال أعبر عنه ده؟ هروح للدكتور وش. طيب اقول ايه؟ ارتست يعني طبيب، ارتست يعني طبيب. ich muss zum Arzt gehen. وخد بالك انك طالما قلت ich muss انا يجب، لازم تحط الفيرب اخر الجمله في الايه؟ في المصدر. ich muss zum Arzt gehen انا يجب ان اذهب الى الطبيب. طب الدكتور هيعمل ايه؟ هيعمل untersuchen.
وuntersuchen يعني يفحص. فالدير ارتست الطبيب، untersucht مش دي عايدة عليا أنا في المفعول. الطبيب untersucht مش يعني الطبيب فحصني. ممكن ما أقولش فحصني أنا، ممكن أقول فحص meinen Arm، فحص ذراعي، فحص meinen Vater، فحص والدي، فحص mein Bauch، فحص معدتي. كده أنا بقول إيه؟ الدكتور كشف عليا. طيب das Rezept يعني الروشتة، أنا المفروض الروشتة بصرفها. احفظ لي الفيرب ده مهم جدا، اسمه abgeben يعني يصرف روشتة. فدي artist الطبيب، أنا عايز أقول إيه؟ أقول ich muss أنا يجب das Rezept abgeben. ich muss das Rezept abgeben يعني أنا لازم أصرف الروشتة. طب عايز أقول الأول إن الدكتور كتب لي روشتة وأنا لازم أصرفها. هقول كده، أقول الطبيب der Artist schreibt يعني يكتب mir ليا ein Rezept. Der Artist schreibt mir ein Rezept. الدكتور كتب لي ريتسبت. طب وانا ich muss das Rezept abgeben، انا لازم اصرف الروشتة. Der Artist sagt الدكتور قال. هيقول لي ايه الدكتور؟ هنشيل كلمة muss دي وهنحط كلمة مكانها اسمها soll، هناخدها المحاضرة الجاية يعني ينبغي. الدكتور قال ich soll، بستخدمها للإلزام الخارجي وتقديم النصيحة. ich soll im Bett 3 Tage bleiben، وبلايبن لازم تيجي في المصدر عشان فعل ناقص. بقيت انا لازم اقعد في السرير 3 ايام. ich soll im Bett 3 Tage bleiben. ich soll im Bett 3 Tage bleiben يعني انا لازم اقعد في السرير 3 ايام. و ich soll وانا يجب، او ich muss انا يجب 3 Tabletten 3 اقراص vor dem Essen قبل الطعام nehmen ياخذ. ich muss die Tabletten vor dem Essen nehmen، انا لازم اخد الدواء قبل الاكل. لو شلت فور وحطيت nach dem Essen بقت بعد الاكل. ich muss gut essen، انا لازم اكل كويس. und keinen Sport machen، ومش لازم اعمل رياضة. ممكن اشيل keinen واقول und Sport machen واعمل ايه؟ رياضة. ich werde wieder gesund، ich werde يعني انا هصبح، wieder يعني مرة اخرى، gesund يعني في حالة صحية. يبقى انا كده كتبت عن ايه؟ كتبت عن ان ich bin krank، ان انا اكون مريض. طيب احنا عندنا واجبات في كتاب الواجب على المحاضرة دي، وعندنا كلمات هنحفظها في كتاب الشرح. هنبدأ الاول نعرف صفح الواجب اللي عليك انك تحلها. هتحل لي صفحة في كتاب الواجب، الكتاب ده هتحل لي فيه صفحة 11 و12 و13 و14، وهتحل لي كمان القطعة رقم 1. يبقى الجرامر هيبقى صفحة، لسه في مقالي كمان ده انا هنفخكم. الجرامر هيبقى صفحة 11 12 13 14. القطعة هتكون قطعة صفحة 1. طيب خد لك بقى جزء مقالي كمان من نفسك حل بيه بقى كده. اكتب لي موضوع تعبير، هتكتب لي يا معلم صفحة 23 تعبير، صفحة 23 موضوع رقم 1 موضوع رقم 3. موضوع رقم 1 وموضوع رقم كام؟ 3. آخر حاجة بقى في كتاب الشرح اللي احنا فاتحينه ده، هتحفظ لي كلمات دير صفحة 1، كلمات دير صفحة 2، كلمات دير صفحة 2. يبقى انت معاك كده 11 12 13 14 ده الجرامر. قطعة رقم 1 في كتاب الايه؟ الواجب، صفحة 1 وصفحة 3. هتاخد قصدي اللهم صل على رسول الله قطعة رقم 1، وهتاخد لي تعبير رقم 1 وتعبير رقم 3 من التعبيرات اللي في كتاب الواجب، وكلمات دير في صفحة 2. ده الواجب بتاعك بإذن الله. انتظروا فيديو حل الواجب، هنحل مع بعض أفكار تاني عن المفعول به والملكية في المفعول. هنكتب مع بعض موضوع تعبير المرض بعد ما تحفظه. هنقرأ مع بعض دلوقتي كلمات المحاضرة. احنا الكلمات بتاعتنا صفحة 2، تعال نقراها سوا في الكتاب ده. بسم الله بسم الله، يلا نقراها سوا. دير من أول كلمة، دير أبزندر
der Anruf, der Arm, der Artist, der Bauch, der Betreff, der Bruder, der Doktor, der Empfänger, der Finger, der Friseur, der Fuß, der Groß, der Hals, der Hund, der Kopf, der Kurs, der Mann, der Mensch, der Mund, der Ort, der Papagei, der Preis, der Rad, der Rücken, der Schmerz, der Hals-Nasen-Ohren-Artist اللي هو طبيب أنف وأذن وحنجرة. طيب العمود التاني der Schnupfen, der Hausartist, der Tierartist, der Körperteil, der Husten, der Raucher, der Nichtraucher, der Körper, der Notfall, der Hustensaft, der Brief, der Schmerz, der Besuch, der Stress, der Kinderartist, der Frauenartist, der Kontakt, der Regen, der Patient, der Spurt, der Tee, der Termin, der Tierartist, der Urlaub, der Zahn, der Optimismus. دي الكلمات اللي حضرتك مطالب بحفظها بإذن الله. أشوفكم على خير محاضرة جديدة مع هير أحمد زاهد. تشوز.